هل بالمستوى اللي الاهلي قدمه في ماتش الذهاب او ماتش العوده ده يطمنك انك هتعمل حاجه قدام سان داونز؟ طيب انت دلوقتي كسبت الهلال وصعدت من موريتانيا وهتلاعب سان داونز في نص النهائي، هل المستوى ده يطمنك انك ممكن تكسب او ممكن تتعادل حتى مع بيراميدز في الماتش اللي جاي اللي في الدوري؟ مستحيل. انت لو هتصعد وتلعب بنفس المستوى قدام سان داونز، اسمع مني ما تروحش احسن. ودي بقى الجيش الملكي، ودي مولوديه الجزائر لما تخرج بكره من اورلاندو، بص اتشقلب بس ما تروحش. يا جدعان انت بتلاعب الهلال، الفرقه الفاضيه بمعنى الكلمه، فرقه فاضيه ما فيهاش غير 2 3 لعيبه في خط الهجوم او متوزعين على الفرقه كلهم، واحد مش عارف وينج هنا كويس، واحد هنا في نص الملعب كويس، حاجه يعني قليله جدا، ومش قادر تلعب عليهم جيم محترم، جيم يحترم منك في وقت ما انت معاك سكواد انت بالميت ومستريح تاخد افريقيا. كان بن شرقي ولا وسام ولا جراديشار ولا امام ده قصته قصه. مبدئيا هو موظفه غلط، يعني فكره ان انت ترمي امام ناحيه اليمين دي هي فكره عبثيه. بس لو هتيجي لامام نفسه، امام يا جدعان محتاج يقعد، امام صعب، امام لا يطاق، كل كوره انانيه وحنكشه، وكل كوره عايز يخش هو يعمل بيها اللقطه وحاجه صعبه. لو هتيجي لواحد زي يحيى عطيه الله ده، يعني انت بتبص له كده بتقول هو ده محترف؟ يعني ده اللعيب المحترف اللي انا اجيبه وادفع له دولارات واقعد عشانه كريم الدبيس؟ بس دي حاجه تثبت لك فهم وتفكير كولر في الكوره، مش مقتنع بكريم الدبيس ورميه ومقتنع بيحيى عطيه الله. بيلعب لك امام النهارده وينج رايت، يعني بيرميه لك على ناحيه اليمين، عندك احمد رضا في نص الملعب وسايبه ولا كانك شايفه، وبتلاعب اكرم توفيق. فماتش النهارده وماتش الذهاب يعني انت كسبت صعدت لنص النهائي، الله اعلم هتعمل ايه قدام سان داونز، بس مش ده الاداء اللي يطمن، ولا ده الاداء اللي المفروض يطلع من فرقه بحجم الاهلي وبحجم السكواد اللي في الفرقه، اللي زي ما قلت لك هو اقل حاجه من السكواد ده المفروض يقدمها لك ان هو يديك افريقيا كده بمنتهى السهوله. السلام عليكم كده انا خدت افريقيا وبس كده، مفيش حاجه اكتر من اللي انا قلتها دي ممكن نقولها على ماتش النهارده. وقول لي رايكم انتوا كمان في الكومنتات.